حزت فضوى سألت ولدي عمره 4 سنوات، قلت من تحب بابا ولا ماما؟ قال حب عامر. قلت من عامر؟ قال عامر اللي في شباب البنت. اندهشت قلت عساه ما دام انه يحبه ومتاثر فيه لهالدرجه انه يحث على الاخلاق الحميده وعلى اللحمه الوطنيه ويزرع قيمنا في عيالنا، قيم السعودي الشريف، الغيره والادب والحشمه. اللي تاكدت منه ان عامر صار قدوه. قلت بروح ابحث عن قدوه ولدي في اليوتيوب، لقيت اول مقطع لعامر يغازل في بنت في الشارع قدام الناس في مشهد في غايه القرف، ولقيت ثاني مشهد عامر يطقطق على الاستاد ويغش الاختبارات. ولفت انتباهي كلمه دائما يقولها، اتحداك. كانه يقول اتحداك اني ما اثر في عيالك وفي المجتمع كامل. مسحت القناه من اليوتيوب، صار الولد يدورها ما يلقاها. انا اللي ان شاء الله اتحداك واتحدى اي واحد يزرع المبادئ الخايسه في عيالنا. هذا ما هو فن، وش احنا بدون مبادئنا وقيمنا اللي تعلمنا على احترام عوائل الناس في الشارع والغيره عليهم واحترام المعلم واحترام قوانين البلد اللي احنا عايشين فيه. للاسف الفن اللي عندنا ما مثلنا، الفن اخذ صورنا وشوهها وطلعها للعالم وكره العالم فينا، خلى العالم ياخذ عنا ازفه صوره. ما ادري ليه الفن والفنانين عندنا يلبسونا قيم ما هي قيمنا ويشوهونا وينشرون للعالم. الفن في بعض الدول رساله وهدف يمكن يغيرون تاريخ كامل لصالحهم. غيروا في وجهة نظرنا المجتمع الوضيع إلى مجتمع متقدم. الفن الأمريكي طلع الأمريكي على أنه نبيل، والتركي طلع التركي على أنه شجاع، والفن السوري طلع السوري على أنه بضاي وبطل ويغار على حريمه. مع أن كل الصفات هذه إحنا أهلها بلا منازع والتاريخ يشهد. بس ما أدري فنانيننا أو الفن عندنا يمكن ما هو مقتنع أو أنه مستقصدنا. الفن عندنا للأسف طلع السعودي بكل صراحة للعالم أنه ضايع، جاهل، خاين، يخون جاره، بخيل. بعدين أفضل موضوع ممكن يتناوله المسلسل عشان ينجح الهيئة والمطاوعة. طيب خلاص، لا إذا بغى يكسر الدنيا يقلد أهل الجنوب، حتى لا تقلدهم بطبيعتهم اللي احنا نعرفها عليهم الكرم والذكاء والحكمة والشجاعة. والله إني ما أفخر بمسلسلاتنا. سلامتكم.